فوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وكذلك فوز بيراميدز على سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف في سهرة رمضانية كروية جميلة. ويبقى الحال كما هو عليه بانتهاء الدور الأول في صراع قوي جدا ما بين الأهلي وما بين بيراميدز. طبعا بيراميدز المعجج بالنجوم، والنادي الأهلي بروحه وباسمه وبهويته ينافس بيراميدز بدون نجوم. بدون نجوم. لما تيجي تبص على تشكيل النادي الأهلي النهارده هتلاقي ان كل اللعيبه اللي مع النادي الاهلي تقريبا هي في ارض الملعب. مين اللي على الدكه؟ لو بصيت على الدكه في اتنين في خط الدفاع، خلينا نقول عمر كمال ورامي ربيعه معاه، دول في خط الدفاع. الباقيين مين؟ الباقيين خط نص خط نص خط نص خط نص. الدكه كلها خط نص، ما عدا ثلاث لعيبه ولا اربع لعيبه، حارس وثلاث لعيبه، اتنين في خط الدفاع ومحمد عبد الله في خط الهجوم. باقي اللعيبه كلها خط نص. يبقى النادي الاهلي يعني معهوش ورقه رابحه على الدكه تعمل اي حاجه. وانت لما حبيت تغير بوظت طريقه لعبك في ارض الملعب. يعني لما كولر جه في نهايه المباراه بذكائه كده الخارق اللي بيبهرنا بيه الفتره الاخيره، وحب يغير ويعمل يحط لمسته كده في ارض الملعب، مطلع مين؟ مطلع حسين الشحات وبن شرقي اللي عاملين له كل الخطوره اللي مشغلين الملعب كله. قام سحب الاهم ورقتين عنده في ارض الملعب وبوظ الدنيا خالص. وبقى النادي الاهلي من بعد ما حسين وبن شرقي طلعوا، الكرة تقريبا راحت لطلائع الجيش في اول مره او اول فتره نشوفها في المباراه، الكرة فيها مع طلائع الجيش وبعمل خطوره على مرمى النادي الاهلي. انا كنت اطلع حسين الشحات واسيب بن شرقي، ما اطلع بن شرقي واسيب حسين الشحات، رغم ان الافضل ان انا اطلع حسين واسيب بن شرقي. بس ان انا اسحب الاثنين مره واحده يبقى انا بهد الفريق. يبقى انا اسف، انا مدرب جبان. وبعد كده جيت سحبت امام ونزلت اكرم، يبقى انا ببين ان انا جبان اكتر، ان انا خايف اكتر على الهدف بتاعي، ان انا مش عايز اجيب التاني، لا انا عايز احافظ على الهدف. ودي مش طريقه لعب النادي الاهلي. طريقه لعب النادي الاهلي دايما ان انا جبت هدف انا بدور على الهدف التاني، حتى لو بلعب في اخر ثانيه في المباراه. النادي الاهلي بيفضل يلعب لحد اخر ثانيه كانه متعادل او كانه خسران. طبعا هو التعادل بالنسبه للنادي الاهلي خساره. فانت لما تيجي في نهايه المباراه تعمل تبديلاتك، تبديلات بتدل على انك عايز تحافظ على الهدف مش عايز تجيب هدف، يبقى انت هنا مدرب جبان. اي نعم معيش اوراق على الدكه، بس انا بلعب باللي موجود معايا. صوتي راح وانا بطالب في الانتقالات الشتويه ان الاهلي محتاج اجنحه، النادي الاهلي محتاج صفقات في مركز الاجنحه. النادي الاهلي معهوش اجنحه، وبنشوف النتيجه دلوقتي ان دكه النادي الاهلي واحتياطي النادي الاهلي ما فيهوش اي ورقه رابحه. ومع كامل احترامي تشكيل النادي الاهلي لسه النهارده ما كانش افضل حاجه. ليه انزل وسام وجراديشار الاثنين مع بعض في ارض الملعب؟ ليه؟ ايه لازمتها؟ ايه لازمتها؟ عملت زحمه بدون داعي، عملت تكتل هجومي بدون داعي. لو سام عارف ياخد راحته، ولا جراديشار عارف ياخد راحته، ولا امام عارف ياخد راحته، ولا بن شرقي عارف ياخد راحته. كل وقت بتلاقي بن شرقي اوقات في نص الملعب، امام عاشور اوقات في الدفاع، جراديشار التسديده حتى اللي هو عملها من بره ال 18. ففي حاجات غريبه. فانا واحد بس مهاجم، وسام او جراديشار، والعب باتنين اجنحه زي ما بلعب عشان على الاقل احافظ بورقه على الدكه، جراديشار او وسام. هلعب باتنين يبقى ما نزلش اتنين اجنحه معاهم، ما نزلش بقى حسين شحات وبن شرقي مره واحده. امام عاشور لما رجع بقى عمرو السولية نزل وسحب جراديشار، اللي انا خسرت طبعا ورقه اتصابت. فاما نزل السولية وسحب جراديشار، امام رجع لمكانه الطبيعي، بدانا نشوف امام جوه المنطقه وبدا يضيع اهداف. عايز اتكلم عن مروان عطيه. مروان عطيه مش في مستواه نهائيا الفتره الاخيره، نهائيا. مروان عطيه عنده مسواس كتير غلط، المفروض كولر يشتغل معاه. اشرف داري راجع كويس، يعني انا مبسوط من المباراه بتاعه داري النهارده اللي عملها. وسام ابو علي راجع نيله، راجع بفورمه مروان محسن حرفيا. في حاجه بقى عايز اتكلم فيها، كل اللعيبه بلا استثناء اضرب في السماء، اضرب في السماء، كل الكور رايحه في السماء. ايه، مش بنتمرن على التسديد؟ يعني بقالنا كام مباراه انا بشوف التسديد كلها في السماء. انت عم كولر الورقه اللي انت عمال تكتب فيها طول المباراه دي مفيش مره تغلط وتكتب فيها التسديد زي الزفت زي النيله. عايزين يتمرنوا عليه، عايزين يعملوا نعمل اي اكشن عليه، نعمل اي حاجه عليه. كل التسديدات بتتغرف من تحت لفوق، التسديدات كلها في السماء. مش معقول لعيبه كبيره بتلعب في النادي الاهلي تكون تسديداتها كلها بره الثلاث خشبات وفي السماء. مش معقول، مش منطقي. امال احنا بنتمرن على ايه؟ امال احنا بنروح نتمرن كل يوم علشان نعمل ايه؟ جمل؟ مفيش جمل الحمد لله. عرضيات؟ الحمد لله عرضياتنا كلها بالونات من محمد هاني يعني. هو كريم الدبيس يمكن مش بيعمل عرضيات كتير. فايه بنتمرن على ايه؟ زي ما قلت النادي الاهلي او قلت في بدايه الحلقه، المنافسه
شرسه ما بين بيراميدز المعجب بالنجوم والنادي الاهلي اللي بيلعب باسمه وبروحه. فيما عدا ذلك النادي الاهلي فيه نواقص كتيره جدا. سوق الانتقالات النادي الاهلي ما جابش فيه احتياجاته، وابصم بالعشر على كده، وكل حلقه وكل مباراه هطلع اقول لكم ان النادي الاهلي ما عملش احتياجاته في سوق الانتقالات. عملنا كام صفقه بوم طخ طخ طخ، بس ما عملناش احتياجاتنا. من شرق جه جميل جدا، بس انت كنت محتاج على الاقل 2 اجنحه كمان تجيبهم في سوق الانتقالات الشتويه. فخلينا نقول تعادل جيد. المهم في الدوري انك انت تكسب، بس احنا بنتكلم مش بنبص على الدوري، بنبص على افريقيا. لما نروح نلعب بالسكواد ده في افريقيا هنعمل ايه؟ ده اللي انا خايف منه. اشوفكم على خير، سلام.